يا مساء الفل، عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده بقى في فيديو النهارده عايزين نوصله ل1000 لايك يا جماعه. فيديو مشويات، وبجد بجد الفيديو حلو جدا جدا، وان شاء الله تخرجوا من فيديوهاتنا مستفيدين. حطوا لايك للفيديو اللي لسه ما حطيش لايك، واللي لسه ما اشتركش يلا يشترك في قناتنا. زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، عملت لهم اكل وعزومه زي الفل. لحمه كده كفته صبعناها وشوينا لحمه، وعملنا سلطه، وعملنا سلطه طحينه، ورز كده اللي هو الرز البلدي بالكركم وبودرة الزعفران، حاجة كده زي العسل. يلا نقول بسم الله ونعمل تتبيلة اللحمة الأول. معانا كده 3 طماطميات أو 4 وسط، وزيهم 3 بصلات حلوين كبار، وقرنين فلفل سبايسي، وواحد رومي. لو حابة ما تحطيش سبايسي خلاص زي الفل قوي. هضربهم كده في شفشق الخلاط، واضربهم ضرب مبرح، وعايزاهم يبقوا ناعمين كده، يبقوا سايلين خالص معايا. ما يلفوش معاكي، حطي حوالي ربع كوباية مية عشان يلفوا معاكي بسرعة. بعد ما ضربتهم جبت المصفى السلك، المصفى العينه بتاعتنا دي، عشان مفيش اي مشكله خالص، هنعمل بيها مش هتقول لا يعني. عقبال ما ما ننزل السوق ونجيب واحده كويسه. مسكت بقى كده صفيتهم بالمصفى، لان انا عايزه الميه بس، التفل انا مش محتاجاه. ومش هرمي التفل برضو، هستفاد بيه، احطهم للفراخ بتاعتي اللي انا مربيها. مش اي مشكله خالص، انا برميش حاجه على فكره. حطيت بقى مع كل حاجه معلقه صغيره فلفل اسمر، بهارات مشكله هي 7 بهارات، بابريكا، رشه كمون، رشه كزبره ناشفه. حطيت معلقه خل او معلقتين خل حلوين كده علشان يموتوا انسجه اللحمه. واخر حاجه هنحطها خالص الملح، ومعلقه زيت كبيره، ومعايا مكعب مرق دجاج فوريه اللي هي البودر. خلاص مش حابه ما تحطيش، بس بجد يعني بيطعم اللحمه معاكي وبيخليها بصوا حاجه كده فوق الوصف، بيخلي التتبيله معاكي فوق الممتازه. عايزه بقى تضيفي صويا صوص، عايزه تضيفي دبس رمان، عندك مثلا معلقه عسل ابيض ممكن تحطيها، معلقه عسل اسود ممكن تحطيها، زي الفل قوي. الاضافات اللي انت عايزه تكمليها حطيها. خلاص كده بقى انا خلاص بوريكم اللحمه متقطعه حتت صغيره جدا. دول كانوا حوالي كيلو ونص من اللحمه، متقطعين قطع صغيره جدا علشان تستوي معانا بسرعه. خلاص، ولو حابه تحطي معلقه سكر تسهل معاكي عمليه التسويه في اللحمه. كده قلبت كده زي الفل قوي، والخلطه قلبتها بالتوابل والكلام الجميل ده كله مع بعضه، ونزلت عليهم باللحمه بالاسباتيوله بقى كده، وقلبت علشان تشرب حلو جدا من التتبيله دي. حطيها في التلاجة ساعة 2 3 4، ولو مستحب يبقى قبلها بيوم في التلاجة، تبقى معاكي ما شاء الله حاجة روعة. خلاص بوريكم بقى انا بشرت بصلتين، اخدت المية بتاعتهم، والتفلة هنرميها على اللحمة المفرومة عشان هنصبع كفتة برضه. تعالوا كده بقى نقطع طبق سلطة خضار مع بعض. طبعا كل الحاجات دي يعني كلنا بنعمل كل الحاجات دي، بس انا بحب اشارككم الفيديو، بحب اشارككم يومي كامل بالظبط. والله يا جماعه بقول لك ومن عمل عملا ومن عمل عملا فليتقنه يعني، او من مش عارفه بقى بتكلم بعفويه ومحدش يعلق. خلاص، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قطعت الطماطم، وهقطع بقى الخيار، وقطعت الخضره، ومسكت بصلايه كده قطعتها برضو، ورحت حطيت دعكتها بمعلقه خل، وعصرت عليها عصره ليمونه كده حلوه، ورشيت عليها شويه ملح، ورشيت رشه كمون، وهحط معلقه شطه ناشفه. هنعمل بقى سلطه الحياتي، هتاكلي احلى سلطه. طبعا بقى مش هقلبها دلوقتي علشان ما تطراش، خلاص هركنها بقى كده على جنب. معايا بقى حبه طحينه حلوين كده ب 15 جنيه حبه الطحينه دول. ده انا هعمل الطحينه، ده انا بعملها في البيت زي الفل. هنعصر عليهم عصره ليمونه كده او ليمونتين، وهنحط معلقه خل، وهنحط معلقه توم مفروم، وهنحط رشه كمون، وهنحط الملح بقى اخر حاجه. خلاص، يبقى سلطه الطحينه بتاعتنا حطينا عصره ليمونه، معلقه خل، معلقه توم مفروم صغننه خالص، رشه كمون. رشه الكمون دي بتودي سلطه الطحينه في حته تانية، مع التوم بقى مش قادره اقول لكم. بالمضرب بقى كده قلبتها، بصوا بتتقل معاكي كل ما تقلبي، وبعد كده خفي بالميه. تفضلي بقى خفي بالميه واحده واحده كده، ما تحطيش الميه مره واحده، بالتدريج كده لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. بتحبيها خفيفه، بتحبيها مظبوطه، بتحبيها تقيله شويه، بايديك انت بقى وعينيكي هتوريكي. كده خلاص ما شاء الله اللهم بارك. حسيتها تقيله شويه، فهزودها تاني شويه ميه. حطيت حبه، ظبطت بقى الملح بتاعها، وزي الفل قوي كده. تعالوا بقى نحطها في الاطباق كده. اتعزموا كلهم النهارده ما شاء الله على مشاوي، حاجه كده فوق الوصف بجد يا جماعه، والله تحفه. التتبيله بتاعت اللحمه كانت طعمها خطير، زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. بس كده معايا سلطه طحينه جاهزه وزي الفل قوي. تعالوا بقى كده نجيب عود بقدونس ونزوق الطبق بتاعنا، حاجه كده فبتدي شكل جمالي بس مش اكتر.
حابه تحطي شطه فيها تمام ناشفه، مش حابه خلاص، طبعا لان اطفال هتاكل منها فمش هحط شطه ناشفه. بالنسبه اللي مبيروحلوش اشعار بالفيديو، الغوا الاشتراك يا جماعه واشتركوا تاني وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل اشعار فيديو انا بنزله، فضلا وليس امرا اخواتنا وحبايبنا. اولا بقى دول 2 كيلو لحمه مفرومه، اللي هي اللحمه المفرومه الجاهزه بتاعه الكفته، فيها كل حاجتها، بس انا بحط تركيه من عندي، بخرط ربطه بقدونس، التفل بتاع البصلتين اللي بشرناهم عشان ناخد الميه نصب عليها حطيته. بحط بقى توابل من عندي، بهارات مشكله، فلفل اسمر، بظبطها بقى، هي بيبقى فيها ملحها وكل حاجه، بس عايزه تزودي انت اضافات زودي. كده خدت ميه البصل، حطيت لها ملح، لها رشه فلفل اسمر، رشه بابريكا، معلقه زيت، وقلبتهم كويس. دي ميه البصل اللي هنصب عليها الكفته. خلاص، تعالوا بقى ايه نرص اللحمه في الشبكه. طبعا علشان ما تصرصرش وتنقط مني على الرخامه، حطيت الصينيه دي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الشبكه عليها. هرص بقى اللحمه واحده واحده كده. ظبطي بقى الشبكه بتاعتك وظبطيها جدا، يعني رصي كله جنب بعضه كده عشان ما تقفلي الشبكه، تقفل عليهم كويس. دي لحمه عاديه خالص يا جماعه من بتاعه الجزار، حمايه واقف اهو بيرص معايا عشان ايه زمانهم جايين، فلازم اعمل الاكل بسرعه. هظبط بقى كده الدنيا ونقفل الشبكه. وطبعا كان يوسف مولع في الفحم بره، ابني حاطينه بقى في البلكونه، كان الفحم سخن وكده، فقال يا ماما يلا هاتي الشبكه. فانا بقى هرص واروح اوديله الشبكه هناك. فانا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. حطوا بقى لايك للفيديو يا جماعه، عايزين نوصل الفيديو ده كده ل1000 لايك بالله عليكم، ما تخذلونيش واجبروا بخاطري وجبر الخواطر على الله. زي ما انتم شايفين، بصوا بقى خلاص كده بصفي التتبيله منها كويس اهو كده، قفلت الشبكه زي الفل قوي. تعالوا بقى نروح نحطها في البلكونه. ادي بقى ايه، ادي الشوايه محطوطه وادي الشبكه. طبعا كنا كده خلاص المغرب، فالاضاءه مش قوي، فبحسب لمضه البلكونه مش بتقيد، فلقيتها قايدت، هقيدها دلوقتي والدنيا تنور تبقى زي الفل قوي. بس كده خلاص بهوي عليها اهو. بلكونه ضيقه وبجد، يعني الشوي ده عايز مكان واسع كده عشان تعرفي تقفي براحتك وكده. اهو بكلم يوسف بقول له تعالى بقى يوسف، اتلسعت لسعه وانا بشيل بقى الشبكه دي. يلا الحمد لله، ربنا يا رب ايه يكفينا شر النار وعذابها، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده شويت اهون، وقلبت بقى وبالشوايه واديله. كنت عايزه كرسي كده واقعد عليه، مش لاقيه، بقول لهم هاتوا لي كرسي، حطوا لي كرسي. خلاص بقى سبتهم بقى، قلت لهم اقعدوا بقى هنا كده قدام دي الشبكه دي عشان ما تتحرقش، خلي بالكم. وانا هدخل اعمل الرز. تعالوا بقى نعمل الرز، اللي هو الرز ايه، الرز المبهر، بس اعمله بالرز المصري، مش هعمل رز بسمتي. حطيت معلقه زيت، وحطيت حبه زيت ومعلقه سمنه، نزلت بورق لورا، وحدتين قرفه سيجار، كام فص حبهان، 5 فصوص قرنفل، معايا وحدتين لومي. هحمصهم كويس كده وريحتهم تطلع حلو. وبعد كده هنزل عليهم غسله كيلو رز، اللي هو الرز المصري البلدي بتاعنا العادي. حابه تعملي برز بسمتي يبقى 10/10، انا عملت بالرز العادي خالص. هقلبه بقى كده شوحه، وبعد كده هحط توابل، اللي هي التوابل او بهارات الكبسه. هحط معلقه حلوه كده. عندك كركم حطي، بس انا مش متوفر عندي كركم، حطيت بهارات الكبسه. ورجعت حطيت بقى بودرة الزعفران، دي بهارات الكبسة. هنحط بقى معلقة كده صغيرة بودرة زعفران، ما تكتريش قوي لان هي ما شاء الله بتدي لون حلو قوي اهو. حطيت معلقة صغيرة. هقلب بقى كده واشوح الرز بيها كويس. وعندي حبة شوربة كده كانوا في التلاجة طلعتهم، وهكمل عليهم بمية سخنة مغلية من الكاتل. بس هحط مكعب مرق الاول، اللي هو مرقة الدجاج اللي هي الفورية البودر دي اهي. بتطعم الرز معاكي وبتخليه طعمه تحفة. هقلب كده بقى واشوح كويس، وهنزل بالملح. وبعد كده هسقي بشويه الشوربه وازود بالميه. ممكن لو ما عندكيش شوربه ممكن تحطي ميه سخنه عادي من الكاتل، ما انت حطيتي مكعب مرق. عندك شوربه كملي شوربه، يبقى الرز بتاعك ده طعمه سكر. بس حطيت حبه الشوربه اللي كانوا متوفرين عندي في التلاجة، هحط بقى ميه مغليه. هقلب بقى كده واظبط القعد بتاع الرز، وبعد كده هغطي عليه. اول ما الرز ما بيغلي كده بنهدي النار بالشرب على نار هاديه قوي. بس كده زي الفل. لو احط له شويه ميه تاني محتاج شويه ميه، وبعد كده هغطي عليه.
بس كده اللهم بارك. تعالوا بقى نشوف الشوي ايه اخباره. كده ما شاء الله الشبكه الاولانيه دي كده الشوي زي الفل قوي. تعالوا بقى كده هفضيها ونحط الشبكه التانية ونقعد بقى نصبع الكفته. بصوا لسه فاضل لها تركه تاني، لسه اللحمه ناشفه شويه، هقلبها على الجنب التاني. بس كده اللهم بارك، حاجه زي العسل. جبت بقى الطبق بقى اللي هحط فيه، شلت بقى من الشبكه كده على طول واروح مغطيه عشان يفضل سخن. حماية بيعمل معايا اهو يا جماعه، وايده بايدي، الله يبارك له ويديله الصحه يا رب. بس تعالوا بقى كده حطيت ايه، بصبع بقى الكفته. ميه البصل اللي احنا اخدناها وبهرناها، حطينا لها فلفل اسمر، معلقه زيت، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه بابريكا. بس وخلاص مفيش حاجه تاني. هصبع بقى ببل ايدي كده وباللحمه كده وبعمل وبصبع. بصوا بقى جيت بقيت اعملها كده، مش عارفه ليه فكت مني على النار، فرجعت رحت حطيت الشبكه وحطيت عليها الكفته. خلاص بس كده زي الفل قوي. حطوا لايك يا جماعه، اللي ما حطش لايك حط لايك، انا شايفاكي اللي ما حطيتيش اللايك. بحبكم في الله، كل سنه وانتم طيبين. وطبعا انتوا عارفين بيت العيله ده يا جماعه بيفضل مفتوح، ويا رب يفضل مفتوح دايما للصغير قبل الكبير. بصوا بقى انا خلاص كده الفحم ما شاء الله كده سخن قوي وحمي معايا بقى زي الفل. ادي بقى بصوا الكفته اهي، شلت بقيت اعمل على السيخ واسحبها من السيخ واحطها في قلب الشبكه هنا، لان لقيتها بقت تفك معايا، مش عارفه ايه بقى سبب ان هي بتفك. بصوا بقى كده بقيت اهوي عليها. بصوا عملت دخنه مش قادره اقول لكم، كنت عامله لهم النهارده بصوا، ولا اللي بياكل في محل اجدعها كبابجي يا جماعه والله، والتتبيله بقى والطعم والريحه فوق الروعه. قعدت بقى يوسف قلت له كمل انت بقى وانا هكمل بقيه الغرف والحاجه. بصوا كان الجو ضلم والمغرب كان اذن، بوريكم اهو. تعالوا بقى بعد ما خلصنا الاكل اللهم بارك. دي كانت سفرتنا النهارده وغدانا النهارده. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، يكونوا بتطلعوا من فيديوهاتنا مستفيدين. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. انتظروني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.